السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم يا اخواتي في فيديو جديد. معاكم احمد جزار. اتمنى منك الاول ما تنساش اللايك، ما تنساش الكومنت، ما تنساش في القناه. لسه محتوى جديد ان شاء الله في المحتوى، وفي تقدم مستقبلي من افضل لافضل. في كام قرار كده النهارده طلعوا حيره كبيره قوي لجماهير الزمالك، وهي ان سياده المستشار مش عايز يخرج من نادي الزمالك، خاصه ان نزل له الامن كمان، قوات الامن نزلت نادي الزمالك، وبرضه سياده المستشار مش عايز يخرج من نادي الزمالك. النهارده يا جماعه بيتفاجئ اعضاء نادي الزمالك النهارده ان النادي قفل قبلها بساعتين، قبل الميعاد المقرر قفله بساعتين. وترى ايه اللي حصل؟ قال لهم خلاص يا جماعه بعد اذنكم احنا هنقفل النادي لشويه اصلاحات، ولكن نتفاجأ بعدها ان قوات الامن نزلت نادي الزمالك لكن لقيته مقفول. وده بسبب ايه؟ بسبب امر من سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اللي مش معروف هو رئيس نادي الزمالك ولا لا. وده بسبب ايه؟ كله عشان يخرجوا سياده المستشار من نادي الزمالك بالعافيه. لكن سياده المستشار عمل برضو اللعبه تاني وما رضيش يخرج من نادي الزمالك، وعمل ان نادي الزمالك اتقفل خلاص وقوات الامن رجعت تاني. لكن سياده المستشار يتفاجأ بعدها ان ننزل بوست او فيديو بيقول لنا فيه يا جماعه ان انا موجود في نادي الزمالك ومحدش يقدر يطلعني من نادي الزمالك غير جماهير الزمالك او الجمعيه العموميه بمعنى اصح. ليه يا سياده المستشار؟ اصل الجمعيه العموميه هي اللي جابتني ورشحتني رئيس نادي الزمالك، ومحدش يقدر يطلعني غير الجمعيه العموميه. وفي كمان خبر كده يا جماعه بيقول لك ان مواليد 2003 في نادي الاهلي بتتغلب على مواليد 2003 في نادي الزمالك وبيكسبوهم 2-1. وفي حاجه ثانيه كمان، مواليد 2006 في النادي الاهلي تتغلب على مواليد 2006 في نادي الزمالك وبيكسبوهم بنتيجه 5-2. ودي كانت كل الاحداث النهارده. بس في حاجه لجمهور الزمالك انا عايز افهم يا جمهور الزمالك بعد اذنكم، هو انتوا مش عايزين سياده المستشار؟ وده سمعته من كتير قوي منكم من جمهور الزمالك، انتوا مش عايزين سياده المستشار. طب ليه ما تعملوش وقفه احتجاجيه ضد سياده المستشار طالما انتوا شايفين مصلحه النادي ان مرتضى منصور ما يبقاش في نادي الزمالك؟ دلوقتي الامن مش قادر على سياده المستشار مرتضى منصور، كل يوم بيلعب لعب على الامن، خاصه ان قوات الامن نزلت مخصوص عشانه، لكن اتفاجئوا بان النادي مقفول. يا جماعه بلاش والله العظيم، ده مش اسلوب، دي مش عزبه، ده نادي كبير قوي في مصر اسمه نادي الزمالك. عيب والله العظيم اللي بيحصل في نادي الزمالك، وعيب قوي في حق جماهير نادي الزمالك اللي بيحصل في ناديهم. الناس اللي عندها وفاء او عندها حب لنادي الزمالك قربت تكره نادي الزمالك بسبب الافعال اللي بتحصل فيه. وطبعا في بعض المصالح لشويه اعلاميين او شويه مدلسين وطبارين لجماهير الزمالك من جماهير الزمالك طبعا للمستشار مرتضى منصور رافضين القرار ده تماما. وعلى اساس كده سياده المستشار ماشي على النسق اللي هو ماشي عليه، وبيرفض اي قرار امني او اي قرار وزاري بان هو يطلع من نادي الزمالك. في الاخير يا صديقي ما تنساش اللايك، ما تنساش الاشتراك، ما تنساش الكومنت بتاعك الجميل. اشوفك على خير وفيديو جديد. سلام عليكم.